وصف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أعمال الشغب في بعض مدن الجزائر بالمعزولة، وقال سلال إن هذه الأعمال لا تشكل أي خطر على أمن البلاد. وقال إن هذه الأعمال جاءت نتيجة نداءات مجهولة من بعض الأطراف مكلفين بمهمة زعزعة أمن واستقرار الجزائر، وأشاد في نفس الوقت بوقوف الجزائريين بالمرصاد لإفشال محاولات جر البلاد نحو الفوضى. انضم إلينا من الجزائر الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر. مرحبا بك دكتور نور الدين. برأيك في بلد ترى الأكثرية أنه من أكثر الدول الإفريقية استقرارا سواء سياسيا أو اقتصاديا، من الذي يمكن أن يكون وراء أو معني بزعزعة أمن واستقرار هذا البلد؟ أعتقد أنه هناك أشكال من الاستقرار. أعتقد أن الاستقرار في الجزائر يرتبط بخصوصية المجتمع الجزائري من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه ظاهرة الاحتجاجات هي ظاهرة متميزة في الجزائر، لأن الجزائر هي أعتقد أنه من بين البلدان الوحيدة التي يصل فيها درجة الاحتجاجات سنويا تزيد ربما من 11,000 إلى 12,000، قد تصل إلى 14,000 احتجاج طوال السنة، وبالتالي هو مجتمع يتحرك بشكل احتجاجي بشكل كبير جدا. لكن أعتقد أنه مهم جدا قبل الإجابة على السؤال أننا إعطاء ربما تمييز الاحتجاجات في الجزائر من منطلق أن هناك نوعين من الاحتجاج. هناك الاحتجاجات الفئوية التي تحدث بشكل دائم، التي يقوم بها الموظف، العامل، الطالب، رجل الشارع، يعني الكل يحتج في إطار فئوي، في مطالبين بأهداف صغيرة، أهداف محددة حسب مجال العمل أو مجال السكن. بينما هناك احتجاجات من نوع آخر، احتجاجات كما شهدت الجزائر 5 أكتوبر 1988 أو احتجاجات 5 جانفي 2011 أو الاحتجاجات الكبيرة التي تشبه ربما ردات فعل عنيفة تعبر عن نوع من التذمر أو رفض للسياسات الكلية. هذا الفعل الاحتجاج هو الفعل الذي يشكل خطر كبير على المجتمع الجزائري وعلى السلطة في الجزائر. دكتور نور الدين، أما أن نتحدث عن فكرة أن هناك أطراف أجنبية، نعم يعني هذا ما أردت أن أسألك عن. يعني رئيس الوزراء الجزائري قال أن هناك أطراف أجنبية وراء هذه أعمال الشغب، أنت تصف هذه الأعمال بأنها عبارة عن احتجاجات؟ لا، عندما خرج الأطفال الصغار من أجل المطالبة بتمديد العطلة المدرسية تكلمت السلطات الرسمية عن وجود أيدي خارجية تحاول التلاعب بالأطفال. أعتقد أنه جوهر أو منطلق الاحتجاج في الجزائر هو يعبر عن واقع الاجتماعي. الاستثمار الخارجي موجود في كل الدول، ليس مقترن بالجزائر. رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتنصت على ألمانيا، تتنصت على بريطانيا، يعني كل الدول لها مشاريع في غالبية الدول التي ربما تكون ضعيفة. أينما يكون هنا أي ضعف يتم الاستثمار فيه. عندما تكون عندك جبهات داخلية ضعيفة أصبح الجميع يريد الاستثمار في ذلك، ورأينا ذلك في لبنان ورأينا في عدة دول. لكن المشكل الأساسي في الجزائر ليس الأطراف الخارجية، وإنما الواقع الداخلي اليومي هو الذي ينتج هذا النوع من التذمر، هو الذي ينتج هذا النوع من الاحتجاجات. والدليل على ذلك أنه عندما تحدثت عن أزيد من 10,000 حركة احتجاجية سنوية، هي تعتمد وسائل غير قانونية وتعتمد وسائل غير شرعية بمباركة السلطة السياسية. يعني دعيني أقول أني قمت بدراسة في أطروحة الدكتوراه حول 3098 حركة احتجاجية في الجزائر في 2011، وجدت أنه 78% من الاحتجاجات تعتمد على آليات غير قانونية، تغلق الطرقات، تحتل الفضاءات العامة. أعتذر منك لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.